اللي أنا هقوله لك دلوقتي هم مش راضيين يقولوه لك عشان هم عايزينك تفضل كده في مكانك. في دراسة في 2022 عملوها عن التيك توك في Journal of Behavior Addiction. الأبحاث كانت بتقول إن أنت لو استخدمت التيك توك أكتر من ساعتين بنسبة 30% هيحصل لك قلق واكتئاب مزمن. بس أنا بقول لك بنسبة 70%. هم برضو حاولوا يقللوا النسبة عشان ما نبطلش تيك توك. ودي وجهة نظري أنا الشخصية، ممكن تطلع غلط، بس ده إحساسي إن إحنا دايماً بنبقى السوشيال ميديا بتزود لنا الاكتئاب بنسبة 70%، حتى لو الدراسات ما أكدتش ده. طب أنا عايزة أسألك سؤال، هو أنت من الناس اللي تقول 5 دقايق بس على تيك توك وهقوم أشوف اللي ورايا وتفضل قاعد بالساعتين، ولا أنت مش من دول؟ اكتب لي في الكومنتات. وعلى فكرة أنا شايفاك المفروض تعملي لايك وشير وتشترك في القناة بسرعة أرجوك. مش بس بقى الدراسات اللي اتكلمت عن موضوع التيك توك ده في كتاب اسمه متلازمة تيك توك بيحكي لك أصلاً إحنا ليه تعلقنا بالتيك توك وهو ظهر إمتى. فإزاي تطبيق صغير زي التيك توك شقلب حياتنا كلنا وخلانا عندنا معايير لأخلاقياتنا وكمان لأفكارنا من خلال تطبيق صغير زي التيك توك. فاكر أول مرة سمعت عن التيك توك أكيد أنت كنت زي قعدت تقول إيه التفاهة دي، وكنت متخيل إنك عمرك ما هتنزله. بالعكس أنت كنت متخيل إنه الناس اللي بتقعد على التيك توك دي ناس فاضية وبتعمل حاجات غريبة أنت مش فاهم بيعملوا إيه. بس في 2020 بقى بدأ الموضوع ينقلب تماماً. في 2020 أيام الكورونا إحنا بدأنا كلنا كنا قاعدين في البيت، كلنا كنا زهقانين، مفيش خروجات مفيش تجمعات، إحنا ما بننزلش حرفيا، وحتى لو نزلنا كنا بنبقى عايزين نفضل مع بعض من بعيد. أرجوك ما تقربش، أنا خايف من الكورونا. الخوف والقلق ده بدأ يخلينا نروح لحاجة تانية زي التيك توك. بدأنا بقى نعمل أكاونتات على التيك توك ونقضي عليه بالساعات. ده بالعكس كمان ده احنا بقينا بنقعد نعمل الحاجات اللي هم بيعملوها وفيديوهات الأغاني ونمثل زيهم، لحد ما الموضوع بدأ إنه يبقى عندنا شغف إن إحنا كلنا نبقى ممثلين ونعمل كل الحاجات دي بس على التيك توك. الموضوع بقى هلامي، اللي عنده موهبة واللي ما عندوش موهبة بقى على التيك توك، حتى اللي عنده أفكار واللي ما عندوش أفكار برضه على التيك توك. اكتبي بقى أول أكاونت ليك على التيك توك كان اسمك إيه على التيك توك. في حاجة كمان عايزة أقولها لك ودي مش عن التيك توك بس، السوشيال ميديا عموما هم بيستخدموا خوارزميات عشان انت تفضل تدمن الحاجات اللي انت بتعملها، فيبدأوا يشوفوا الحاجات اللي بتعجبك واللي انت بتسيرش عنها او بتقضي وقت كبير فيها، فيبدأ يخلي لك الحاجات اللي شبه كده تظهر لك تاني، فتفضل انت قاعد طب والنبي الفيديو ده، طب استنوا اللي بعده، طب ده حلو قوي، ده انا كنت مستني اصلا انه يجي. فهو اذكى منك، ده هو عامل لك حاجات تخليك قاعد على التيك توك ليل ونهار، ودي اسمها دوبامين لوب. يعني انك تفضل في حلقة الدوبامين قاعد طول الوقت، كل ما تعمل سكرول الدوبامين يعلى، فانت مش عايزة اسيب الاحساس ده وامشي، طب والنبي فيديو كمان، ده انا هقوم اتمرمط في شغل البيت، ده انا هقوم اتمرمط عند مديري. فطبيعي تفضل قاعد على التيك توك ليل ونهار. انا لو منك كنت هقعد على التيك توك، بس الحل هنا انك ما تخليش حاجة توقفك. التيك توك او اي حاجة في السوشيال ميديا لو استخدمتها غلط هتوقفك. احنا بنحاول بس ان احنا نبقى ناجحين وبنعمل اللي احنا بنحبه واحنا ناجحين، واحنا اللي نتحكم في السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا اللي تتحكم فينا. فهمني طبعا. طب انت عارف ان انت عندك ADHD؟ طبعا ما هو ده اللي السوشيال ميديا زرعه فينا، ان احنا بقينا نشخص نفسنا غلط. بيقعد يتكلم عن حاجات نفسية هم اصلا مش دارسينها، فتبدأ انت تقول ايوه انا بحس بالاحساس ده، يعني انا عندي ADHD؟ معقولة؟ ده انا ما كنتش اعرف، انا كنت فاكر نفسي طبيعي. فبدأنا كلنا نحس ان احنا عندنا اكتئاب. هم بيزرعوا فيك مفاهيم غلط لانه محدش دارس حاجة، هم بيحاولوا يجيبوا فيوهات اكبر. لكن انت لما تيجي تدور على حاجة وحقيقة علمية لازم تجيبها من مصادر، ولازم يكون ليها أساس علمي، ولازم تجيبها من عندنا برضو، احنا هنفيدك. ولو كتبت لنا في الكومنتات ايه اللي انت محتاج نتكلم عنه بالظبط هتكلم لك عنه والله. بس قولي انت عايز نتكلم لك عن ايه، وايه اللي يخلي صحتك النفسية اعلى واعلى. لأنه السوشيال ميديا استخدامها الغلط والمعلومات الغلط اللي بقينا بنسمعها بقى بيجيب لك هشاشة نفسية. الأذر سايد من السوشيال ميديا مش بس إن السوشيال ميديا كلها وحش، لا هو في جانب كويس، هو بيدي معلومات حياتية ورياضية وتحفيزية. انت ممكن تلاقي كل اللي انت محتاجه على السوشيال ميديا وعلى التيك توك.
بس انت كتر المعلومات اللي موجودة على التيك توك والسوشيال ميديا عموما خليتك تنسى انت كنت قاعد عايز تدور على ايه اساسا، فما بقاش عندك هدف، انت بتسكرول من غير هدف. انا ما بقولكش امسح التطبيق، ما بقولكش امسح تيك توك، وما بقولكش امسح الفيسبوك، ما بقولكش امسح انستجرام. انا عايزاك تستخدم الحاجات دي صح، عايزاك تفهم انت قاعد ليه على السوشيال ميديا. انت قاعد على السوشيال ميديا تبني وعي، تبني دراسة وشوية ترفيه. أنا ما بقولكش ما تعملش كده، لكن لازم يكون عندك وعي باستخدام التطبيقات دي. يعني انت لازم تكون عارف انت قاعد دلوقتي ترفه عن نفسك، بس بعد شوية أنا هذاكر، فأدور على الحاجات اللي ليها علاقة بالمذاكرة. فأنا اللي أتحكم في السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا اللي بتتحكم فينا. نقطة كمان عايزة أقولها لك، كلنا من خلال السوشيال ميديا بقينا عاملين نفسنا قاضي على الناس اللي حوالينا. إحنا لازم نحكم على نفسنا، ما نحكمش على الناس اللي حوالينا. ولما نيجي ندور في حاجة ندور في الحاجات اللي إحنا عايزين نتعلمها، مش الحاجات اللي إحنا رافضينها، عشان المفاهيم بتدخل جواك من غير ما أنت تاخد بالك. خليك دايماً بتكنترول نفسك وما تسيب نفسك لحد. في النهاية يا صاحبي كل حاجة ليها الحلو وليها الوحش، بس إحنا اللي بنحدد إحنا نستعمل كل حاجة إزاي. اكتب لي في الكومنتات وقولي أنت كنت بتستخدم التيك توك إزاي، وقولي أنت بتستخدم السوشيال ميديا عموماً إزاي، واعملي لايك وشير وابعت لصاحبك اللي قاعد ليل ونهار على التيك توك ولصاحبك اللي بيعمل فيديوهات على التيك توك. وبس كده، باي باي.